دماغ الماظ والله العظيم، هتدفع في دماغ الماظ. تقديم على المشاريع فن مش عنه. ده انا ايشي خبره وايشي التزام وايشي ما اقولكش ادوات تلاقي، شغل تلاقي، تفكير نضيف تلاقي. ده انا خبره 10 سنين يا سيدي، يعني خبره 10 سنين. انت مستوعب؟ ممكن تبعت لي رساله، لان انا تقريبا اشتغلت في مشروع شبه المشروع اللي حضرتك طالبه. عايز بس اشوف افهم بالظبط التفاصيل عشان اتاكد هو ده فعلا المشروع اللي انا اشتغلت فيه ولا حضرتك في دماغك حاجه مختلفه. وان شاء الله اوريك امثله كتيره من شغلي، وان شاء الله هوفر لك هديه، وهي ايا كانت الحاجه المميزه اللي انت هتوفرها له لو حضرتك قبلتني في المشروع بتاعك. علما اني متواجد النهارده طول اليوم فمتفرغ، فلو بعت لي رساله النهارده ان شاء الله ارد عليك بسرعه. العميل وهو بيالف في الكوتيشنز عشان يبعت لواحد فيهم، هو بيدور على كام حاجه. بيدور على واحد اشتغل على مشروع شبه المشروع دوت، فاهم العميل ان انت اشتغلت في حاجه شبه الحاجه اللي هو طالبها لو انت اشتغلت فعلا. وانهي دايما الكوتيشن بتاعك بسؤال، بحيث العميل اوتوماتيك يدخل ويرد عليك في السؤال ويبعت لك رساله، وكده اول هدف وصل وهو ان العميل يبعت لك رساله. وبعد كده الباقي بسيط لو العميل بعت لك رساله. شطارتك في الكوتيشن ان انت تخليه يبعت لك رساله بس. ولو محتاج مساعده عشان توصل لاول دولار ليك اونلاين ابعت لي رساله وخليني اساعدك.